بسم الله بديت وعلى نبينا صليت. اليوم جيت نحكي لكم حكاية باش درتي يدي تودي. كان يا مكان حتى كان الحبق والسوسان في حجر النبي العدنان، والملك ملال كل رحمن، ونصلي على نبينا العدنان. يا سادة يا كرام، هذا واحد الملك فارسي، يعني من بلاد فارس، تعيش هاني في المملكة ديالو، وحاس باللي دايرين به وزارة ومستشارين سامعين طايعين، والشعب عايش على ما يرام بالتمام والكمال. ايوا منين كان دوام الحال من المحال، الملك في يوم من الايام وهو في وسط الحمام اكتشف بلي داتو هزم عليها البرص وقريب يوصل لوجهه. الأطباء حاولوا ولكن بلا نتيجة. ايوا الملك تغيرات حواله وقرر يسد عليه وما يخرج الناس. وفي نفس الوقت المستشارين والوزراء اتصلوا بكل الأطباء اللي تعرفوا واللي تسمعوا بيهم، وكل واحد تيجي تيدير شي محاولة والنتيجة ديما والو. ايوا في واحد النهار ظهر في مملكة ملك الفرس واحد الراجل من بلاد اليونان، شهر راسه باللي طبيب حكيم وعارف بأسرار كثيرة وعلوم كبيرة، وكانت ديانته مسيحية. أما ديانة الفرس فكانت هي المجوسية. ومنين دازو أيام ساق الخبر البارد ديال الملك، وفي الحال قصد باب القصر وطلب يقابل الوزير الشامان، وبالفعل رحب به وسولو اشنو الغاية من الزيارة. وفي الحال الحكيم قال له انا عندي علاج يداوي الملك من البرص في رمشة عين. ومن ردوا الخبر للملك قال لهم انا عييت من كلام الاطباء، قولوا لهذا الحكيم الى داواني بصح غادي نهديه لي ما تيحملش بيه ويكون طبيبي الخاص، وإلا فشل غير يعول على راسو يطير ويكون عبرة ليه وللغير. ايوا الحكيم قبل وزعم وقبل اللي يسمع بلا ما يندم. وفي الحال طلب من الملك يحيد لباسه باش يعالج باسه. وكانت طريقة العلاج غريبة، ما فيها لا دهنة ولا عشوب ولا وصفة، كلها كذوب. العلاج يركز عليه بالنظر وبالزربة يتحقق الأمر. ومن بعد دقايق معدودة صبحت الحكمة مشهودة، البرص طار والملك دهش وجار وهو يتمتع بذاته في المراية. وقال ليه يا حكيم من هاد اللحظة براسك معايا وحدايا، وفي الحين أمر ليه بأغلى الهدايا ورجعوا صديق ونيس. الساعة شكون يخليه يتمتع باللي جاه، حيت الوزير شامان حسدو وبغضو وعمل كل ما في جهده باش يمحي آثار الحكيم. وهذه هي حالة كل ماكر لئيم. ومن بين مقنع به الوزير شامان الملك، حيت قال له يا مولاي ما تنساش بلي هاد الساحر راه جانا من اليونان بلاد الديانة المسيحية، وحسيت بلي هو جاسوس جاي يقضي على دينتنا المجوسية. رد عليه الملك وقال ولكن يا وزيري الكبير هذا الحكيم راه دواني وهناني. وهنا قال لي شامان يا مولاي راه داواك بالنظرة وقد يقتلك بها من يحس باللي تمكن وقد يفتن. وبقى عليه حتى تاق ونسى الخير وآمر بالراس يطير. ومنين مسكين جابوه في الحين حراس القصر تخلط عليه الأمر وعيا مشرح ويزاوق سعى الله الله، حس باللي الفاس طاحت في الراس والملك عمروه وسواس. ومن تيقن باللي غادي تدفن خاطب الملك وقال يا مولاي أمرهم قبل موتي نرجع للدار باش نهدي لك كتاب العجايب والغرايب. ومنين تقلب صفحاته وتلقى صفحة دوا الموت حطي عليه راسي يدوي وانت غير تمنى وحتى من الموت غادي تهنى. ايوا الحراس داو الحكيم وردوه بوثاق حديد شدوه، والسياف خدم سيفو البطار فرمشة العين الراس طار. شومان فرح
قدم الراس المغدور. والملك بدا عقلو تيدور مع الكتاب اللي قدامه، وبدا يتقلب في الصفحات وفي الكتير تلقاهم ملاصقات. ايوا هنا بدا تيستعمل ريقو باش يفك الورقة على ختها، وبدا الوقت كيفوت ومازال ما وصلش للصفحة المقصودة واللي عليها مكتوبة عبارة: دوا الموت. الكتاب كان كبير ومع الصفحات اللاصقات كيف يدير؟ ما ينفعو غير الريق والريق والريق. وفجأة قبطو حريق وما جا يقول لا حتى تقطع طراف. كل شي صح، أناري هاد السم الهاري. وهكذا الملك اللي سمع لوزيرو قدا جزاء الخضر، واللي زاد حير في الأمر أن الصفحة اللي وصلها الملك كان مكتوب عليها: هذا خلاص الخضر، وباش درتي يدي تودي. وهكذا حكايتنا سالات مشات مع الواد وراكم فهمتوها هي الجواد. الحكمة من هذه الحكاية أن تمن اليد الخيرة جزاءها الخير، وتمن اليد الشريرة جزاءها الشر.